ازيكم يا حبايب قلبي؟ هنعمل شوية بفتيك مشوي انما يستاهلوا بقكم. وعند التقديم هنحط شوية زعتر وشوية فلفل حراق حسب الرغبة، جنبها مكرونة رز سلطة اللي يريحنا. عندنا بفتيك هندقه بالهون اول بالحته الناعمه، بعدين بالحته الخشنه بشويش، هندق مش هندق جامد عشان اللحمه ما تتقطعش مننا. وبعد ما دقينا البفتيك عندنا تقريبا بصلايه مبشوره، وهنحط معلقه ونص من الخل كبار، وبعدين هنحط ملح حسب الرغبه، وهننزل بشويه فلفل اسود طبعا حسب الرغبه. الكميات دي حاجه ترجع لنا حسب احنا بنحب ايه قد ايه. وبعد ما نزلنا بالفلفل الاسود هننزل ببيضه. بيضه ايه ده؟ حاجه غريبه، ما تقلقوش، البيضه هتطري مع الخل والبصل. الوصفه على ضمانتي انا الشخصيه. وبعد ما نزلنا بالبيضة هننزل بشوية عصير ليمون. الليمون ليه نازل متكتل يقص؟ علشان أنا كنت شايلاه في الفريزر وما استنيتش إن هو يفك. هننزل بعصير ليمونة، وبعد كده هنضرب الخليط ببعضه، إن كان هنضربه بالبلندر أو هنضربه بالخلاط أو الجهاز المتوفر عندنا في البيت. وبعد ما بنضرب الخليط بيبقى لونه أبيض ومتماسك شوية. وبعدين هننقع فيه البفتيك اللي احنا دقيناه على الأقل 3 ساعات في التلاجة، أو يبات في التلاجة. لو أكتر من كده هيطلع الفريزر، ولازم نقلل الملح لو هيطلع الفريزر. بعد كده عندنا طاسة على نار عالية جدا، الطاسة لازم تكون مبتلزقش. وبعدين ننزل بشوية زبدة، وعلشان نرفع من درجة حرارة الزبدة هننزل بشوية من الزيت. حابين نحط زبدة اوكي، حابين نحط زيت اوكي، حابين نحط الاتنين مع بعض مش حابين نحط حاجة. الشرط الوحيد ان لازم تكون الطاسة ما بتلزقش. بعد ما الزبدة ساحت تماما هننزل بقطع البفتيك اللي احنا متبلينها. حابين يبقى فيه شوية بصل اوكي، او حابين نشيل الصوص تماما من البفتيك، برضو اللي يريحنا. تقريبا هيقعد من 4 دقايق ل5 دقايق على كل ناحية، السوا حسب الرغبة. بعد ما نزلنا بكمية البفتيك طبعا هينزل ميته. حابين نشيل المية دي ونعملها كصوص اوكي نكمل، حابين نكمل ونسيبه ينشف ويبقى بالمنظر ده. وبعد كده هنقدمه وتاكلوه بألف هنا وشفا عليكم. قولوا لي الوصفة دي ايه اخبارها معاكم؟